لانه العراقي مو قوات، العراقي بطل يوقف على السواتر ويدافع على العرب، عيب. المفروض هسه الدولة تنزل بيان تهز الكون. لك العراقي متى صار قوات؟ لك احنا العراقيين احنا اهل الشرف والغيرة، احنا اللي اسسنا العرب، احنا اللي واقفين للعرب. لك احنا واقفينكم، لك احنا اللي واقفينكم. لك هاي جوا دول الخليج كلها لابستكم بالقنادم، هي والدول العربية مطبعة واسرائيل يا عارية. لك جيتوا على الشرفاء اهل الغيرة والناموس، والله مع الاسف. عفوا طبعا، والله مع الاسف. والله يعني شو تقول؟ تقول هاي المباراة طز بالمباراة، طز بيها وطزها رياضة. ليش بكيت؟ بكيت لانه حرقة بقلبي، حرقة متت. يعني احنا كواويت؟ لا والله، احنا اهل الغيرة، احنا العراقيين نبيل، عمرنا كلنا ما طخينا راس، واحنا اللي حررنا العرب وطبينا وقاتلنا. روحوا شوفوا قبورنا، روح شوف سوريا، قبور مقبرة خاصة بالعراقيين بسوريا، شارع بغداد، ابطال. لحد الان يقول لك السوريين نتذكر العراقيين شلون دافعوا وطبوا عندنا بالشام. فلسطين اليومية دازين ناس تقاتل. انتوا يا يوم من البارحة اليوم مقهور والله. اي والله ما يعني صح مقهور على المباراة، بس هذا الهتافات انا والله العظيم الصبح قاعد يعني بالليل ابهوع لك صدق كذي معقولة؟ طيب شنو اللي سوينا لكم؟ اردفتهم شنو اللي صار بالمباراة؟ جمهورين دا يشجعون، انتم غلبتونا مبروك عليكم وبارك الله بكم، لعبتوا افضل من عندنا، اشجع من عندنا صرتوا بالمباريات وفزتوا، يعني مو مشكلة. هلا هالهتافات ليش علينا؟ ليش؟ شنو اللي مسوي لكم؟ بس اردفتهم شنو اللي صار؟ يا رئيس الوزراء شنو اللي صار؟ ما تحجون يا سياسيين يا عالم. هسه والله ما اعرف، لا اكو قرار من الاتحاد، لا اكو قرار من الفيفا، لا ما اتخذوا كل اجراء ولا اشتكوا، مرروها مرور الكرام وراح يمرروها ودعتي.